مامي مش عايزة مساعدة، اجي اساعدك لو بتعملي حاجة في المطبخ او اساعدك في البيت؟ مامي هو انت كويسة؟ انا حاسة انك فيكي حاجة غلط، انت زعلانة من حاجة؟ يلا يا حبيبتي قومي العبي مع كل الولاد، انت قاعدة هنا جنبنا ليه؟ لا انا بحب افضل قاعدة جنب مامتي، انا بحب اقعد مع كبار. هل لاحظتي في يوم ان ابنك او بنتك بيتصرفوا كأنهم حد كبير؟ بيهتم بمشاكل الكبار، بيقلق على الفلوس او الصحة، بيحاول يحل مشاكل العيلة؟ لو حد من ولادكم بيعاني من الأعراض دي يبقى هما بيعانوا من حاجة اسمها parentification. الحالة دي عادة بتحصل لما الطفل بياخد مسؤوليات بتكون أكبر من سنه، وبيحمل أعباء نفسية وعملية بتكون كبيرة عليه. الأبحاث النفسية بتقول إن الأطفال دول بيكونوا معرضين للاكتئاب والقلق من المستقبل، وبيكون عندهم صعوبة في الاستمتاع بطفولتهم. جات لي قبل كده بنتها عندها 10 سنين بتحكي لي إن البنت ما بتنامش وبتفضل سهرانة لحد ما مامتها هي اللي تنام عشان تطمن عليها. وجات لي حالة تانية برضو ابنها عنده 12 سنة، هم عندهم كان مشاكل مادية، فالولد كان بيحاول يوفر فلوس عشان يساعدهم. أسباب المشكلة دي بتكون حاجات كتير ومختلفة: أزمات عائلية، مرض حد من الأم أو الأب، طلاق، ضغوط مادية، أو حتى فكرة إن الطفل لازم يكون مسؤول من صغره. لو حد من ولادكم بيعمل الحاجات دي لازم تراجعوا المسؤوليات اللي انتم مدينها لهم، وتميزوا ما بين المسؤوليات اللي مناسبة لطفلكم واللي كبير عليه. يعني مثلا لو أخت أو أخ كبار مش مسؤوليتهم إنهم ياخدوا بالهم من إخواتهم الصغيرين. هقول لكم على حاجة مهمة: احموا ولادكم من مشاكلنا، ما تحكوا لهمش مشاكلكم المادية أو مشاكلكم الزوجية. هما مش صحابكم أو مستشارين عندكم ممكن تاخدوا رأيهم، هما في الآخر أطفال. اعملوا خطة إن ترجعوا ولادكم لطفولتهم الطبيعية، شجعوهم على اللعب، إن يستمتعوا بوقتهم، إن يشوفوا صحابهم، إن يعملوا حاجات بيحبوها. ولو كل ده ما ساعدش لازم تشوفوا مختص نفسي يساعدهم في ده. لازم دايما تعرفوا إن الطفل اللي بيعيش طفولة سعيدة بيكبر لبني آدم ناضج وعنده شخصية متوازنة، لكن الطفل اللي بيتحمل مسؤوليات أكبر من حجمه من وهو صغير بيفقد طفولته وبيدفع الثمن في مستقبله.